السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة تعليمولوجي في تعليم اللغة الإنجليزية. طبعا أنا اخترت في السلسلة دي سلسلة كتاب المعاصر إن احنا إن شاء الله هنشتغل عليها في اللغة الإنجليزية English. طبعا في الصف الرابع الابتدائي Primary 4 اللي هو المنهج Connect. طبعا المنهج ده فيه كلمات وستراكشر وجرامر وحاجات كتير، فأنا إن شاء الله هشرح من كتاب المعاصر، أحاول أستوفي أهم النقط ونشرح فيها الكلمات بشكل كويس علشان خاطر نفهم أولادنا، ويكون المادة دي أو اللغة الإنجليش بيبقى سهلة وبسيطة إن شاء الله على أولادنا. ويا ريت لو في أي تعليق لحضراتكم تسيبوه لي، وإن شاء الله نقدر نتناقش فيه ونشوف أنسب حل ليه وإزاي نطور ونساعد أولادنا بشكل صحيح إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشوف مع بعض يونت 7 lesson 2، الأسئلة عليها بعد ما شرحنا الكلمات وشرحنا الجرامر القواعد. دلوقتي عايزين نصحح الأفعال. read and write the correct form. اقرأ واكتب the correct form، الشكل الصحيح of the words للكلمات between brackets اللي ما بين قوسين. grandpa's village be very quiet in the past. طالما لقيت in the past في الماضي يبقى أنا عايز الماضي. طب هنا be يعني يكون، الماضي بتاعها إيه بقى؟ be يكون الماضي بتاعها was أو were. طب هنا grandpa's village قرية جدي، قرية بتاع جدي، يبقى الأبوستروفي اس دي معناها بتاع. فطبعا نشوف دلوقتي be هتكون طبعا يا was يا were، فطبعا هنا grandpa's village يعني قرية جدي طبعا هتكون was علشان خاطر in the past. What you do yesterday، في عندي yesterday فطبعا محتاج أنا من عندي did لأن ده في السؤال زي ما قلنا. ارجع حضرتك للفيديو الأولاني listen unit 7 listen 2 part 1، هتشوف القواعد وشوف دلوقتي درس الجرامر عشان تفهم الدرس كويس واحنا بنحل على طول. طيب هنا there be no cars in the past. in the past في الماضي طبعا زي ما قلنا was أو were، فطبعا هنا no cars cars في جمع عرفنا منين؟ من الاس دي، car يعني عربية، cars عربيات، يبقى there were no cars. اللي بعدها I live here 2 years ago، في ago يبقى أنا محتاج الماضي من live هتبقى lived. اللي بعده were you in the class، هل أنت كنت في الفصل؟ yes I، طبعا I مش بتاخد were، لا I بتاخد was. did you طبعا محتاجين الانفينيتيف من goes هتبقى go، infinitive يعني الفعل زي ما هو. did you go by plane. اللي بعده was the film good، هل الفيلم كان جيد؟ yes it طبعا بتاخد was مش were. طيب what did you does on your birthday، فطبعا what did you do. اللي بعده do it snow last winter. last هنا في الماضي يعني اللي فات، الشتاء اللي فات، فطبعا محتاجين هنا did you. اللي بعده طبعا الدي كابيتال عشان دي سؤال أول الجملة. عادل paint his room yesterday، فطبعا عادل في كلمة yesterday وأنا محتاج الماضي من paint، إن أنا هكتب painted أحط ed. اللي بعده my mother bakes a cake last Sunday. ماما bakes يعني بتطبخ أو بتخبز a cake كيكة last Sunday الحد اللي فات، فطبعا اللي فات كلمة اللي فات اللي هي last دي يبقى أنا محتاج الفعل يكون في الماضي، وطبعا الفعل في الماضي bake الماضي بتاعها baked بحط ed. they are 8 when they traveled to Luxor. when they traveled لما سافروا دي في الماضي يبقى أنا are هتبقى where. ليه where؟ عشان they. السؤال اللي بعده choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. أول واحدة my grandfather us last Friday، عندي في هنا last Friday يبقى أنا محتاج الماضي visited. السؤال اللي بعده إسراء to school last week، طبعا هنا في كلمة last week يبقى أنا محتاج الماضي اللي هو ed آخرها ed. اللي بعده my mom the kitchen yesterday، في عندي yesterday يبقى أنا محتاج ال ed cleaned. number 4 yesterday
يبقى انا محتاج طالما yesterday يبقى انا محتاج الماضي. الماضي عندنا اللي هو مين؟ had. number 5 my cat high last night. last اللي فات ونايت الليلة اللي فاتت. يبقى انا محتاج طالما الليلة اللي فاتت او حاجة في الماضي محتاج الماضي اللي هو الكلمة يكون فيها ed. jumped. اللي بعده not you water the plants yesterday. عايزين نشوف كلمة water هنا معناها ايه. water هنا عشان هي فعل مش معناها مية، معناها يسقي. انت تسقي البلانتس النباتات yesterday. فطبعا yesterday يبقى انا محتاج الماضي، فطبعا الماضي هيكون هنا did. حد يقول طب ما في was. اولا ما تنفعش من حالتين، ما ينفعش اقول was you، ما ينفعش. وطبعا عندي هنا في water يعني يسقي، فانا محتاج هل انت سقيت. هل احنا عارفينها اللي هي مين؟ did. لكن was معناها هل كان. ركز في الترجمة شوية. was معناها هل كان، where هل كانوا، وهكذا. طيب how did عمر. طالما انا عندي did هنا، did موجودة، يبقى انا محتاج الفعل زي ما هو. الفعل زي ما هو علشان خاطر ايه؟ did. فانا علشان خاطر did عندي يبقى انا محتاج الفعل زي ما هو اللي هو مين؟ feel. شوف بعد كده الجنرال اكسرسايز اللي هو التمرين عام على listen 2. طبعا هيكون ان شاء الله هيكون لنا فيديوهات مخصصة للlistening، هنسمع ونحل مع بعض ان شاء الله. نشوف السؤال اللي بعده. choose the correct answer. طبعا هيتكلم عن الكلمات والجرامر. many years ago my grandpa a metal box in the ground. طبعا ده بيعتمد على الكلمات. طبعا buried يعني دفن. اللي بعده number 2 many not came to my village to see the Colossi of Memnon. طبعا many visitors. number 3 my cousin was very his father bought him a new bike. طبعا was very excited مبسوط جدا. you should be careful انت لازم تبقى حريص when you the road. طبعا road يعني الطريق، يبقى انت بتعمل ايه في الطريق؟ بتعدي الطريق اللي هي cross. السؤال اللي بعده احنا طبعا بناخد كلمة من الكلمات اللي فوق اللي في الجدول ونكمل بيها الجمل اللي عندنا. شوف عندنا عندي 3 visitors rode quiet cars. أول واحدة my grandpa lives in a village. grandpa's village was very طبعا was very quiet. and now there are a lot of طبعا في ايه visitors. طبعا احنا قرينا القطعة دي وتقريبا هي there were no not in the past. ما كانش في ايه cars. now there are a lot of trucks and cars on the road في الطريق. شوف اللي بعده القطعة my father's house was in the village in a village in Aswan. the street was quiet in the past. now there are lots of cars and trucks. my father and his friends played football on this street. now there isn't enough space. when my father was a child he helped his friends to plant a small tree on the side of the street. now the tree is very big and beautiful. it's very nice. طبعا القطعة دي لما نراجع الكلمات ونراجع الجرامر واحنا طبعا شرحنا الكلمات دي كلها هنترجم كلمة كلمة علشان نتدرب. انا مش عايز اترجمها علشان خاطر اسيب حضرتك الفرصة تترجم، الولد يترجم الكلمات واحدة واحدة علشان يتعود عليها ويعرف معنى الجمل اللي بتتقال. اول واحدة طبعا السؤال choose the correct answer. نختار الإجابة الصحيحة. the underlined word quiet الكلمة اللي تحتها خط اللي هي quiet is the opposite of. the opposite of يعني معناها عكس. ترجم معايا is the opposite of. opposite of يعني عكس. quiet عكسها ايه؟ noisy. number 2 my father helped his friends to a small tree. طبعا هي plant ولا هي موجودة في القطعة اهي. my father اهي he helped his friends to plant a small tree. طيب where was the father's house. the father's house كان بيت بابا فين؟ طبعا اهي كان بيت بابا فين؟ in a village in أسوان. هعلم على دي وهكتب فوقيها الرقم او اخد الجملة دي وهكتبها هنا عند رقم 3.
اللي بعده summarize the text in one sentence. summarize زي ما قلنا معناها ايه؟ summarize معناها لخص. summarize معناها لخص. طب انا عايز الخص الجملة دي، هي القطعة دي بتكلمني على ايه؟ بتكلمني على ذكريات ابويا في قريته في اسوان. نقولها ازاي؟ ذكريات بتاعت بابا my father's memories in a village in أسوان. دي طبعا التلخيص، يبقى summarize معناها لخص. السؤال اللي بعده طبعا بنصحح الكلمة بين قوسين. My father buy new clothes last week. طبعا انا عندي كلمة last، يبقى انا محتاج الكلمة دي تكون في الماضي. buy الماضي بتاعها طبعا bought. قلنا نحفظ الافعال دي مهمة جدا. My father be very busy yesterday. فعندي yesterday يبقى انا محتاج be تبقى was او were. طبعا my father بيجي معاها was. اللي بعده we visit my grandpa last month. احنا، وطبعا عندي في كلمة last month يعني الشهر اللي فات، يبقى visit محتاجها في الماضي تبقى visited. طيب where did you go last Tuesday؟ زي ما قلنا في عندي did يبقى انا محتاج الفعل يكون زي ما هو، يعني ما فيهوش اي حاجة. فانا عندي go هتبقى go. ليه go؟ عشان في did، ما ننساش دي مهمة جدا. السؤال اللي بعده البانكشويت. طبعا زي ما احنا عارفين ان اول حرف من عندنا يكون لازم capital W capital. What did you do yesterday؟ What did you do yesterday؟ وطبعا لما يكون عندي الجملة بتبتدي بال WH معناها سؤال، يبقى احط في الاخر question mark. طبعا الرايتنج اللي هو الباراجرافز ان شاء الله يكون لنا فيديوهات هنشرح فيها الاهم الباراجرافات اللي موجوده بشكل مفصل وبسيط جدا، نخلي الاولاد يحفظوها ويعرفوا يكتبوا ان شاء الله جمل سهله. ونشوفكم ان شاء الله في الدرس القادم.